صباح الهنا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح كله امل وعشم في ربنا سبحانه وتعالى. شايفين النهار، شايفين الجو ساعة الصبحية دي. تعالوا بقى نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا، لما احب بقى يكون نفسي اكل حمام او نفسي عايزه اعمل حمام، بقى اروح طالعه هنا. احمد ابني كان غاوي حمام قوي وبيحب الحمام قوي، فقام مصطفى بقى لي انا هجيب له كده كام جوز يعني منهم يربيهم ويخليهم كده، ولما نعوز ناكل منه ناكل من وراه يعني وكده. فقمت طلعت بقى كده اللي هو جاي معايا ياكل حمام. انا مش عارفه، وقال لي ان المفروض يتذبح وقال لي ان ما ينفعش للذبيحه والكلام ده. فجيت كنت هعمل عمله كانت هتوديني مش عايزه اقول لكم. المهم شايفين، يا سلام، مفيش احلى طبعا من الخير اللي يبقى في بيتك، ايا كان بقى حمام فراخ اي حاجه. الحاجات دي في البيت خير يا جماعه بجد، وحاجه كده ما شاء الله. هو في تربيه الحمام اللهم بارك. طلعنا كده زي ما انتم شايفين، خدنا بقى الحمام اللي احنا عايزينه. لا استنوا، في مقطع هنا، هو ده بقى اللي انا كنت بدور عليه، المقطع ده. المهم بقى انا ما عرفتش اتصرف بقى يا جماعه، انا كنت مش عارفه ايه اللي ينفع يتذبح وايه اللي ما ينفعش، لان طبعا في حمام لما بيكبر بزياده ما ينفعش. بصوا الحمام ما شاء الله، انا بقى ما شاء الله يعني عشان هو كبير وكده، فانا مش عارفه افرق اني اللي هيتذبح واني اللي مش هينفع يتذبح وكده. فطبعا دول كانوا للذبيحه وكده، اللي هو يتعملوا ويتاكلوا، الحمام اللي هو الصغير. اما قلت له بقى، نزلت تاني بقى قلت له لا خلاص انا كده مش عارفه اتصرف، فاقول لك اللي انا عايزه اعمله، اطلع هات لي الحمام انت بنفسك احسن ما انا بوظ الدنيا. قام طلع زي ما انتم شايفين كده. بصوا الحمام يحاول اللي عارف ان هو يتذبح، كل ما نحطه في الشنطه يطلع من الشنطه، مش راضي انه يتذبح. المهم انا خدتهم كده، هو يعني حطهم لي، مصطفى هنا كان معايا في الفوق، كان بيحطهم لي في اللهم صل على سيدنا محمد، كان بيجيبهم لي يعني وكده، عشان هبدا ان احنا نذبحهم وننضفهم ونشوف هنعمل ايه. طبعا دي احلى حاجه في البيت يا جماعه، الخير ده بقى اللي انتوا شايفينه ده حاجه كده اللهم بارك. خلاص انا خدتهم بقى كده وطلعت وسبته بقى هو يشوف هيعمل ايه. نزلت هنا واتذبحوا واتنضفوا وسبتهم كده بملح وليمون، برضو انا بنقعهم زي الفراخ بالظبط. وكنت جايبه بقى حاجات اشوف هعمل ايه والم الدنيا اللي حواليا، وهنشوف هنظبط الدنيا بقى نعمل ايه وكده. يعني هنبتدي اليوم معاكم من اوله، بس هو بصراحه وللامانه مش من اوله، ده من اخره. الفيديو ده كان متصور بالليل حوالي الساعه، بادئ معاكم من 11 بالليل. يعني انت عملت الحمام ده بالليل او وحياة ربنا. يعني انا دلوقتي هقعد معاكم هتعشى مش هفطر. بصوا حطيت ايه، حطيت بقى الكاتل كده عشان اظبط دماغي الاول قبل ما اشتغل. يعني ما هو مش معقول انا هبدا شغل ليل طول النهار كنت واقفه، يعني طول النهار كنت تحت، وكان تاني يوم عندي عزومه يا جماعه والله العظيم. كنت مظبطه حاجات طول اليوم وتنظيفات بقى ودنيا بقى. فالمهم قلت يلا بقى يعني ايه، كنت عاملاهم بصراحه، كنت هودي منهم جزء في مكان كده بس ما حصلش نصيب، وما كانش ليه نصيب فعلا. هي اللقمه تبقى في ايدك وتتقسم لغيرك، ده مثل صح جدا. بس ان شاء الله تتعوض. هنا كنت جايبه بتاع عماله اقول اخد اني، فاحمد كان هياكل معايا وكده، فقلت لا اخد انا اللي هي الجبنه دي واسيب له التوريه، بحب الحاجات دي. هعمل بقى كوبايه نسكافيه، وزي ما قلت لكم هتعشى اللي هو العشاء الخفيف لحد ما نشوف هنعمل ايه، لان الفيديو ده هيطول قوي قوي. مش هيطول معاكم في الوقت، لا هيطول معايا انا في ان انا عمال مرجع اتعشى بقى، موضوع تاني. يلا ما علينا. حطيتوا لايك ولا لا؟ انا شايفاكم كده يا جماعه مقصرين في اللايكات اول يومين دول، وعايزه كومنتات حلوه منكم كده، عايزه شويه تشجيعات، يعني عشان خاطر ايه الواحد يعرف يعني تدونا طاقه ايجابيه ان احنا نقوم بقى ونصور ونشوف هنعمل ايه. خلصت بقى بقول له ده احلى، اللي معاك احلى يعني عشان تعرف تاكل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، نخش بقى على الحاجات. هنا جبت بصلتين حلوين كده وهقف بقى اقطعهم معاكم. وانا وجارنا هنا في بينا حوار. اول حوار بقى مش عارفه، هي كانت عايزه حاجه وانا مش موافقه عليها. عارفين بقى دلوقتي البنات او ولادنا يعني يقنعونا بالحاجه، اقول لها والله مهما تقولي مش تعملي كده. يعني كانت عايزه تجيب حاجه او انا مش موافقه عليها، وهي بتقنعني في الحته دي. انا هفضل اقول لها امشي من قدامي عشان مش تعملي الحاجه اللي انا قلت لك عليها. فربنا يهديهم، يعني عشان الموضوع بقى كبر خالص يعني. هجيب بصلايه كده وافرمها ناعم بقى، عايزه تقطعيها على ايديكي في الكبه، الموضوع مش مستاهل، انت كده هتقفي تقطعيها كده وخلاص، والموضوع سهل خالص. ما شاء الله شايفين الحمام يا جماعة، الله أكبر، يعني حمام متكلف يعني ما شاء الله عليه.
الحمام ده اللي انا عرفته، انا ما كنتش عارفه كده طبعا، عرفت ان هو انواع بقى، يعني كل نوع بيفرق عن النوع التاني، والطعم وكل حاجه فعلا. يلا بينا. بصوا ايديها عماله بتناقشني وانا ناقشها، اقول لها مين والله مهما تعملي هو اللي انا عايزاه هو اللي هيتعمل. جبت بقى حته سمنه هنا وشويه زيت، وهنزل بالكبد والقوانص بتوعي. اهم حاجه الطاسه بتاعتي سخنتها، وانا بصراحه بنزل بالقوانص الاول. الحمام بالطريقه دي يا جماعه بيبقى حلو قوي، لكن انا مش بحب خالص. يعني مش بحب الفريك في الحمام طبعا، وده اذواق، بس انا مش بحب الفريك في الحمام، وولادي كمان مش بيحبوا الفريك في الحمام. انا عايزاكم بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك بجد، عشان انا بزعل جدا لما بلاقيكم مقصرين معايا في اللايكات والكومنتات وكده. يلا بينا. اديت بقى تشويحه. عايزه اقول لكم ان زي ما عملت الفيديو بالليل بسجله الساعه 2 بالليل عادي يعني يلا. بقالي يومين، الفيديو ده متصور يوم الخميس، والنهارده اللي صابح علينا اللي هو هينزل فيه التلات ان شاء الله، يعني باذن الله لو لينا عمر. فيعني الموضوع مش عارفه اقعد اسجل فيديو، لا ده الموضوع كبير قوي يعني يا جماعه. مش كده. طبعا نزلت بالكبد بتاعتي اديتها تشويحه، وبعد كده نزلت هنا بايه بالبصلايه بقى. هدي بقى تشويحه كله كده مع بعضه بس يدبل معايا، ونشوف هنعمل ايه تاني. لا غنى عنه، بقول لكم بص حته صغيره اهي. لازم الموضوع يبقى سبايسي شويه يا جماعه، اصل الموضوع لا لازما. انتوا تحسوا ان انا مهيسه النهارده لا وبس ومش عارفه ايه وكلام كده، بس يلا عدولي بقى الفيديو ده، عشان انا والله العظيم يعني الحمد لله عايزه انام. يعني هادي لما اتنمر على نفسي احسن ما الاقي حد بيتنمر عليا في الكومنتات. نزلت بقى بكميه الرز المناسبه للحمام طبعا، وانا كنت مش عارفه اخلي دول ليه، قلت لهم يلا والله ما انا مخليه حاجه. هم فعلا جم بالظبط، فالحمد لله ان هم نزلوا يعني. تشويحه بقى الرز بتاعي يسخن مع كل الكلام ده وبس كده. وهنا مش هنبالغ بقى في التوابل والكلام ده، عشان احنا عايزين كده نحس بطعم الاكله بقى الحلوه. فلفل اسود اهو، مش بقولكم مش هبالغ، حطيت بدل المعلقه ماشي. بهارات مشكله، معلقه دي صغيره لو شفتوها اصلا يا جماعه، يعني من كل حاجه اللي بقول عليها دي معلقه الشاي الصغيره دي، مش محصله معلقه شاي اصلا. تمام. يبقى حطيت بهارات بقى مشكله، وحطيت فلفل اسود، وحطيت اهم حاجه ولازما، ما تقوليش انا ما بحبش القرفه، جربيها هتلاقي الموضوع معاكي في حته تانية خالص. يعني شويه القرفه دول هياخدوكي كده في طعم تاني خالص. حطي معلقه قرفه كده وعايزه نص كوبايه ميه وتكون سخنه، وانت مش هتلحقي تروحي تقعدي لحد ما يستوي، هتقلبي فيهم كده وتظبطي ملحك، هيكونوا هما شربوا شويه الشوربه دول، شويه الميه يعني، وهتنزلي بقى خلاص اهو. بصوا انا ما اتحركتش على فكره مده الفيديو اللي انتوا شايفينها، فضلت بس اقلب كده شمال ويمين وخلاص. يلا هنزل. انا هنا بقى عماله ببرد في الرز، عشان بقول لكم الساعه كانت كام، يعني هستنى ايه تاني، عايزه احطه بقى على النار. فعماله هنا ببرده، مش اللي هو يعني بعمله. طبعا انا فاتحه الحمام بتاعي وغسلاه طبعا ومصفياه ومنشفاه من اي ميه. ما تسيبيش الحمام في قلبه ميه من جواه وتيجي تحشيه، مش هتحسي الموضوع الطف حاجه. فنشفيه كده بمنديل مطبخ ولا حاجه، او سيبيه في مصفى على ظهره عشان يبدا ينزل ايه، يبدا ينزل معاكي الميه اللي جواه مكان الغسيل وكده. تمام. وهاجي بقى كده من تحت الجلد بالراحه بقى كده. عندي يعني حتى انا لسه بقوله مصطفى الحمام ده كان الجلد بتاعه رقيق قوي، فكنت خايفه قمه الخوف لحسن يفتح مني في السوا وكده، بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ما بحبش اعمل حاجه وتبوظ مني وكده يعني. بصوا الحمامه زي ما ترسميها يا جماعه وتحطيها في الميه. الحمام ده مزاج، لازم تبقي واقفه له كده بروقان، زي ما انت ترسمي الحمامه وتحطي فيها الرز وتظبطيها على شكلك، على شكلها يعني، او الشكل اللي انت عايزاه، هو ده بعد السوا هيطلع لك كده. لكن تحطي بقى اي حاجه زي برضو ما انت هتحطي هتعمل. واوريك كمان لما نيجي ننزله في الميه، انا بنزله على الرسمه اللي انا عايزاها، وبيطلع فعلا زي ما بقول لكم بالظبط.
هنا بحشي تحت الجلد الاول وبظبط كده، وبعد كده باخد ايه، وما بلاش بقى ايه يعني، لو حته كبدايه كده جت في ايديكي او نصايه ما نحطهاش تحت الجلد، خلينا نحشي ايه قلب الحمام بيها. تمام. وهجيبها واحده كده وواحده كده وبس كده. موضوع سهل ازاي، مش صعب. بصوا ترسميها تلاقيها. هوريها لكم بقى. بصوا مفيش رز يا جماعه، الشويه دول فرقوا معايا اهو، زي ما انا عايزاها بعملها وبالراحه كده. انا كنت نفسي انا كنت سايبه بس المقطع ده اتمسح مني، كنت عايزه اوريكي ازاي يعني اللي بناتي حبايبي الصغننين اللي بيتابعونا يعني، ان انت تفتحي الحمامه كده بالراحه واحده واحده عشان ايه ما تتقطعش منك. بصي زي ما انت عايزه ترسميها. انا بنزلها ازاي يا جماعه، واخدين بالكم؟ هوريكم دلوقتي من العدلات التانية زي ما انا عايزاها تطلع معايا اهو. بقولك بعمل كده، ولازم أنا اسيب وقت بين التانية عشان خاطر يعني ما نزلش كل ميه مره واحده، عشان خاطر الحمام يقفل معاكي. الميه طول ما هي بتغلي وتنزلي الحمام تلاقيها قفلت معاكي من كل ناحيه، فما تطلعش رز منك بره. هنا كنت بظبط بقى الشوربه بتاعتي، طبعا حبهان، ورق لوري، ظبطي بقى امورك وكل حاجه وايه، وخلي كده الدنيا تبقى مية مية كأننا بنعمل شوربه عاديه. هنا بقى طبعا سبت الحمام يستوي، مش هقعد بقى واسيب المطبخ كده. قلت بقى تعالوا عمال ما يعني عمال ما الحمام بتاعي يستوي اشوف اعمل ايه. مسكت طبعا حته سلكه كده من العاديين خالص، غسلت الحوض عشان لو في اي ميه بتاعت الحمام اي زفاره يعني او اي حاجه مش مستحبه ما نزلش المواعين عليها وكده. هغسل دول بقى واشوف هعمل ايه. بصوا انا كنت حاسه باللي هيحصل، كل حاجه اتقلبت على الارض، وانا كنت لسه عامله الشقه ومظبطاها بقى، بس ما فيش حاجه يعني الاطباق وكده ما كانتش فيها اي حاجه الحمد لله. بقول لكم بقى الليفه التانية دي، انا كنت قبل كده غسلت بقى الحوض فسبتها خلاص للرخامات للحوض وكده، خلاص بقى دي خلاص مش عايزاها تاني. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك وصلي كده على الرسول وقولي يا رب، وان شاء الله اللي ربنا كاتبه لنا هنشوف، واحنا راضيين باي حاجه والحمد لله. اليومين دول بقى صعبين، بقينا نشوف صدمات. الحمد لله الحمد لله، كل اللي ربنا يديهولنا خير احنا راضيين. هبدأ بقى ان انا خلصت. انا قلت لكم كده في شويه المواعين دول عشان خلاص، مع ان انا كان عندي تسليه فوق ما تتخيلوا يعني. كانت بنتي واقفه قدامي كنت عايزه اكسرها، بس يلا بصوا خليت المطبخ زي الفل. هنا خلاص بقى راح اشوف الحمام بتاعي. بصوا بقى الجمال، زي ما انا قلت لك تحطيها على الرسمه اللي انت عايزاها. بصوا طبعا كل الحمام طلع كده، وهوريكم دلوقتي الحمد لله. وكنت قلقانه جدا بس يلا الحمد لله. ما رضيتش اغطي بقى هنا عشان الحله كانت تقريبا صغيره شويه عليهم، بس يلا بصي الحمامه يا سلام. طبعا بقى ما كناش كلنا في الوقت ده صاحيين، كان الوقت متأخر جدا، فاحنا كلنا كنا صاحيين على فكرة، بس جانا بس اللي كانت نايمة. احمد كان صاحي وجنة كانت صاحية معايا، وجمال كمان يعني كان قاعد موجود معانا، فظبطنا الدنيا. هوريكم بقى احنا ايه. انا بصراحة زي ما قلت لكم ما كنتش عاملة اصلا نيتي كل الحمام ليا، انا كنت هاخد 2 ولا حاجة. حتى لو هنقسمهم بالنص، بس ايه اللي هو اللي انا كنت عامله بنيه ان انا هخرجهم ليه، فكنت هخرجهم. بس والله ايه ما يعني ما حصلش نصيب، بس ان شاء الله تتعوض. مش انا منعت، انا كنت عاملاه لعمي وكده. جوزي كان منزله قال لي لا اعمليه وكده عشان هوديه، فعمك يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. ادعوا له كده دعوه حلوه ان ربنا يطمنا عليه يا رب، وما نشوفش فيه ابدا اي حاجه وحشه. و يعني ان شاء الله خير. كان صايم وكده كذا يوم عشان كان هيعمل اشاعه وكده، فكانوا طالبين منه صيام كذا يوم يشرب عصاير والحاجات دي بس. فربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويقوم لنا بالف سلامه ونطمن عليه ويفرح يا رب بولاده كلهم ويشوفهم احسن الناس بامر الله. هبدا بقى ان انا هسوي كده زي ما انتم شايفين. انا هاخد 3 وهسيب لحمايه واحده انزلها له الصبح وانا نازله، وهشيل بتوع عمي اللي على اساس ان انا تاني يوم هوديهم. فما حصلش نصيب بقى فقلتهم تاني وكلتهم. اختي برضو ليها 2 في ذمتي هعملهم لها وادهم لها لحد البيت. اه والله عشان انا قصرت قوي، وهي بصراحه ما تستحقش كده. هي عايزه يتعمل لها الحلو كله ويروح لها لحد عندها. يا خبر ابيض. انتوا شايفين بقى، انا مش هتكلم بقى، شايفين اللون والقرمشه، وعايزه ادوقكم الطعم والله نفسي ادوقكم الطعم، بس يلا ما علينا.
وبكده بقى كفايه بقى عشان انا تعبتكم قوي والفيديو كده خلص. بصوا زي ما انتم شايفين الاتنين اللي انا حمرتهم اهو، والباقي اهو زي ما هو. نشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. واسيبكم بقى على خير واشوفكم على الف خير، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. اتمنى منكم الدعم والتشجيع، انكم تشجعوني وتحطوا لايك وتكتبوا كومنت حلو منكم عشان تدونا طاقه ايجابيه ان احنا نكمل معاكم. احنا بقى يا جماعه لما بنتعب كده التصوير مش بالسهل ونلاقي مفيش، طبعا ده حاجه بتخلينا ان احنا بنتضايق جدا. بالتوفيق للجميع يا رب، واتمنى منكم تحطوا اللايك وتكتبوا لي كلمه حلوه. هسيبكم على خير واشوفكم على الف خير. والفيديو مش راضي يخلص، مش عارفه هو في ايه، بس كفايه كده برضو. لا بجد، لا خلاص اهو. استنوني بقى في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله، ومع الف سلامه.